السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا. تفضلوا. سيدنا صراحة احنا جايين لك ونبي نعرف شلون نقتدي بمذهب اهل البيت سلام الله عليهم. اي نعم سيدنا، اذا ممكن تعرفنا مذهب اهل البيت سلام الله عليهم. حاضر، وعلى امركم وبالخدمة، بس ممكن تقولوا لي شنو السبب اللي خلاكم تاخذون هذه الخطوة؟ هذا اخوي ابو فيصل راح يشرح لك احسن مني. تفضل يا ابو فيصل. احنا ما كنا على مذهب اهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ولدي فيصل كان مريض ومرضى جايد، ضلوعه كانت مكسورة وما له علاج لا داخل الديرة ولا برا الديرة. اليوم وديته برا، قرروا انه يسووا له عملية، صراحة خفت عليه، رجعت في الديرة. اي نعم سيدنا، ابو فيصل رجع ولد الديرة وما سوى العملية. عجيب. وبعدين صار يا ابو فيصل؟ بصراحة سيدنا عندي موظف بالدوام من اتباع اهل البيت سلام الله عليهم، يوم شافني متأذي مع ولدي فيصل قال لي ابو فيصل تسمح لي اكلمك بموضوع فيصل؟ فيصل تفضل. ليش ما تسمع كلامي وان شاء الله يكون في علاج؟ علاج فيصل؟ يا معود انا مستعد اعطي كل اللي عندي، بس قول دلني على العلاج. انا اعرف دكتورة عندها العلاج وكانت مصابة بنفس المرض، اضلاع مكسورة والكسر شديد. اضلاع مكسورة؟ تكفى الحق علي، دلني عليها. شو اسمها هذه؟ وهي سيدة فاطمة الزهراء بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله عليه الصلاة والسلام. زين شو اسوي؟ علمني. تنادي بأعلى صوتك 3 مرات: يا فاطمة الزهراء، 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 يا فاطمة الزهراء. سلام الله عليك مولاتي، لا تخيبين ظني، حاشاك تخيبين الظن. يما يا بخير صاير؟ يبا ما تستوى عمرك هاتني؟ حرمة؟ اي حرمة يبا؟ يبا وانا نايم دشت علي حرمة ومسحت على ضلوعي والحين ما احس باي عور. فيصل ما سألتها شنو اسمها؟ هي عمي سألتها وقالت انا السيدة اللي ناداها ابوك قبل شوي. يا فاطمة الزهراء، يا فاطمة الزهراء، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا فاطمة الزهراء، سلام الله عليك مولاتي، ما قصرت. يبا وهي تمشي كانت حاط ايدها على ضلوعها كانوا يعورونها.
سني المختار بي أنا بدار بويا أنا بدار والدمع الرسيل وانت يضمك ترابي بركة امك الزهرة سلام الله عليها سلام الله. ما قصرت ويانا، واخونا ابو عباس هو من زرع البذرة هذه صراحة. الحمد لله والشكر لله. تفضل يا ابو فيصل، هذا الكتاب. احسنت سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله محب إذا قدمك تقدم، بارك الله فيك. أخواني بالله عليكم، هؤلاء الذين يدعونهم هل نصروا أنفسهم من الظلم؟ أليسوا عبادا مثلنا؟ أليسوا الله سبحانه وتعالى يخلق وهم لا يخلقون؟ أليسوا في القبور ليس لهم أرجل يمشون بها؟ ليس لهم أيد يبطشون بها؟ ليس لهم أعين يبصرون بها؟ اسمعوا ماذا يقول الله. أنا فقط سأقرأ وأترك اللاقط يا محب وأكمل الحوار، لكن لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبك وعلى قلوب الشيعة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن ولي الله الذي نزل الكتاب إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. لكم اللاقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.